لو محتارة بقى تعملي اكل ايه، فعليكي بقى بصينية المكرونة الجبارة ديت. يلا نشوف احنا عملناها ازاي. معانا طاسة على النار، حطينا فيها شوية من الزيت، ومعانا صدر فرخة متقطع. هنبتدي بقى نشوح الفراخ معانا كده. اول ما هتاخد لون هنقلبها على الجنب التاني. ما تقلبهاش على طول الا لما تاخد لون عشان ما تنهريش منك زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى معانا بصلة متقطعة، هننزل بيها على الفراخ ونشوحها معاها. ومعانا فلفل الوان، ومعانا ملح وفلفل هنتبل بيه الفراخ بتاعتنا. هنقلبها بقى كده ونسيبها لحد ما تاخد لون وتبقى معانا بالشكل ده. هننزل بقى عليها بزيتون متقطع، لو حابة تستغني عن الخطوة دي مفيش مشكلة، بس الزيتون بيديها طعم حلو. هنا بقى معانا خلطة البشاميل الجاهزة. الخلطة دي جميلة بالجبنة، طعمها جميل. جربيها. لو مش حابة تستخدميها ممكن تعملي بشاميل عادي في البيت، مفيش مشكلة. هنا نزلنا بقى باللبن. كيس البشاميل ده بياخد لتر من اللبن. وبعدين نزلنا بمعلقتين من السمنة، هندوبهم بقى كويس. معانا طبعا ملح وفلفل هنتبل بيه البشاميل بتاعنا. وما تقلقيش من السمنة لو هي متكتلة معاكي كده، هنحطها على النار دلوقتي هتسيح، مفيش مشكلة. هناخد بقى البشاميل بتاعنا ونحطه على البوتاجاز ونفضل نقلب فيه. اهم حاجة ان انتي تفضلي تقلبي فيه، ما تسيبيهوش عشان ما يكتلش منك ويديكي نتيجة مش كويسة. زي ما احنا شايفين هنفضل نقلب فيه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. طبعا لو عاوزة تزودي كمية البشاميل فهتزودي لبن وتحطي معلقتين من الدقيق عشان يطلع معاكي القوام مظبوط. لان طبعا الكيس البشاميل ده مش بياخد غير لتر لبن بس. بعد كده بقى هنسلق المكرونة بتاعتنا. كده المكرونة معانا بعد ما اتسلقت هننزل بقى عليها بكبشتين كده من البشاميل اللي احنا جهزناه. المكرونة هنسلقها بس نص سوا عشان لسه هتستوي معانا في الفرن. بعد كده بقى هننزل بالمكرونة بتاعتنا كده في الصينية. هنعمل صينية مكرونة نجرسكو. طبقة رقيقة كده لانها مش بتبقى زي البشاميل، يعني هنفرد طبقة رقيقة بس في الصينية. بعد كده بقى هننزل بالفراخ بتاعتنا على وش الصينية زي ما احنا شايفين. المكرونة دي بجد طعمها جميل، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وكمان خلطة البشاميل اللي هي بالجبنة دي طعمها رهيب معاها. كده الصينية معانا جهزت. بعد كده بقى هننزل على وش الصينية بالبشاميل. وده سمك البشاميل اللي معانا زي ما احنا شايفين مش تقيل، القوام بتاعه بيبقى خفيف كده عشان يديكي مكرونة كريمية وجميلة. وده شكل الصينية بتاعتنا. عايزة تكتفي بيها كده وتحطي على الوش معلقتين سمنة وتدخليها الفرن عادي. عايزة تضيفيلها جبنة زي ما انا حطيت كده اللي يريحك. هرش بقى الجبنة كده على وش الصينية. وبعد كده بقى هندخلها الفرن. ودي النتيجة بقى الأروع من كده، صينية مكرونة كريمية من جوه وكريسبي من الوش. جربيها ان شاء الله الوصفة دي هتعجبك وهتبقي عملتي احلى وصفة مكرونة. هنقطعها بقى زي ما احنا شايفين المكرونة كريمية ازاي من جوه. يا رب الوصفة بقى تكون عجبتك النهاردة. وان عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة.